ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من ديجو تيوب. كتير قوي طلبوا مني خطه 4-2-3-1 بس بالعربي. فالنهارده ان شاء الله هنخش مع بعض فيديو صغير كده ونشرح فيها التعليمات والتكتيكات بتاعتها، تعليمات كل لاعب وايه التكتيكس اللي تلعب بيها عشان تاخد بيها احسن فايده من الخطه دي. لو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نخش على الفيديو. يلا بينا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش مع بعض على النادي ونخش على الفريق ونخش نشوف الخطة مع بعض. طبعا هي خطتي فانا بلعب بيها، ودي التشكيلة بتاعتي اللي انا بلعب بيها حاليا مع شوية تغييرات ساعات بعملها. بطلع نيمار وانزل كيول، وبطلع الناحية التانية ميسي وبنزل ديابي. تمام، انا بحب العب بيها كده ساعات، وساعات برضو بطلع بيست الكام بتاعي بطلعه وانزل كايوت. تمام، تعالوا بقى نخش كده على التكتيكات المخصصة ونشوف احنا بنعمل فيها ايه. طيب اول حاجة بالنسبة للدفاع، فالاسلوب الدفاعي انا بلعب فيه بالضغط، بلعب فيه باسلوب الضغط بعد لمسة قوية. ما بلعبش بالمتوازن ولا بالضغط بعد فقدان الاستحواذ. ليه؟ لان الضغط بعد فقدان الاستحواذ بيخلي الاستامينا او الطاقة الباور بتاع اللعيبة يقل بسرعة، لكن متوازن بيخلي اللعيبه الاستامينا بتاعتها ما تقلش بسرعه، بس ما بيبقاش فيه ضغط عالي على الخصم. فبالنسبه لي انا الضغط بعد لمسه قويه هي حاجه متوازنه ما بين الاثنين، ما بين المتوازن وما بين الضغط بعد فقدان الاستحواذ. تمام. بالنسبه للانتشار والعمق زي ما انتم شايفين برضو في النسخه العربي، انا ما اعرفش ليه كل ما بعملها ما بيظهروش، بس انا بخلي الانتشار من 40 ل 45، بس انا بفضل ان هي تكون 40، والعمق بخليه 65. تمام. بالنسبة لبناء اللعب في الهجوم فبخليه بناء لعب سريع، وساعات بخليه متوازن لو انا عايز امسك كورة اكتر، لكن لو انا عايز اهجم اكتر او بريس اكتر على الجون يعني فبخليه بناء لعب سريع. بالنسبة لصناعة الفرص دايما بنخليها تمرير مباشر، عشان زي ما انت شايف كده وقت طلوع الكورة يكون اللاعب بيجري لها. تمام. بالنسبة للانتشار انا بخليه برضو 40. تمام، لكن هي برضو مش ظاهرة. تمام. بالنسبة للاعبون في منطقة الجزاء فبخليها 5، وبالنسبة للركنيات فبخليها 1، والركلات الحرة 1. تمام. نيجي بقى لأهم حتة وهي التعليمات بتاعة كل لاعب، دي اللي هتفرق معاك جامد قوي في أسلوب اللعب. تمام. وخد بالك مش لازم كل خطة تبقى مناسبة لأسلوب لعبك. يعني أنا مثلا الخطة دي مناسبة لأسلوب لعبي فبلعب بيها. أنا أعمل لك كذا تشكيلة عندي في القناة، في كذا طريقة لعب وفي كذا تشكيلة ممكن تلعب بيها. يعني لو واحدة ما جاتش معاك كويس او ما عرفتش تلعب بيها كويس ممكن تغير حاجة تانية. يعني مثلا لو انت 4-2-3-1 دي مش ماشية معاك كويس، مش عارف تلعب بيها كويس ومحتاج خطة يكون فيها مهاجمين اكتر، العب 4-2-4 او العب 4-2-2-2. حلوه برضو. انا عامل لك شرح لدي وعامل لك شرح لدي وكل حاجه عنهم، التعليمات والتاكتكس وكل حاجه، فاللي تبقى مناسبه معاك العب بيها. مش لازم طريقه لعبك تبقى زي طريقه لعبي، مش لازم اكون انا بعرف العب زيك، ممكن تبقى انت احرف مني محتاج اسلوب هجومي اكتر مثلا. فبلاش تكتب لي كومنتات سيئه لو الخطه ما مشيتش معاك، انت استخدمها. لو ماشيه مع طريقه لعبك مش ماشيه مع طريقه لعبك العب واحده تانية. هتلاقي عندي في الصفحه اكتر من طريقه واكتر من تشكيله ممكن تجربهم لحد ما تلاقي واحده تمشي مع اسلوب لعبك. تمام. تعالوا بقى نخش نشوف التعليمات لكل لاعب. اول واحد امبابي اللي هو راس الحربة بتاعي اللي هو السوبر سترايكر بتاعي، فانا بديله اختراق خط الدفاع، بديله هنا اختراق خط الدفاع. تمام. وبديله في الدعم الدفاعي ان هو ما يرجعش، ودايما البقاء في المقدمة. تمام. بالنسبة للكام عندي بديله انطلاقات متوازنة عند العرضيات، دي ما بجيش جنبيها، بخليه البقاء في المقدمة بس. وساعات بديله البقاء، وساعات بديله دخول المربع لتلقي العرضيات، وساعات بديله ايه دخول المربع لتلقي العرضيات. تمام. بالنسبه للال ام بتاعي والار ام بتاعي، اول حاجه الار ام بتاعي اللي هو الجناح بتاعي بديله العوده الى الدفاع. تمام. ومش بديله اي حاجه تانية. بالنسبه بقى للال ام برضو بديله العوده الى الدفاع في الدعم الدفاعي. ليه؟ عشان يرجعوا يغطوا مع الباكات، اوكي، على الاطراف. خلاص. بالنسبه للاثنين سي دي ام بتوعي فبديهم هما الاثنين البقاء في الخلف اثناء الهجوم، وبديله في التمركز الدفاعي تغطيه المنتصف، وبديله في السلوك الدفاعي كمان قطع خطوط التمريرات. اوكي. بالنسبه للتاني برضو بديله هنا البقاء في الخلف اثناء الهجوم، وبديله قطع خطوط التمريرات وتغطيه المنتصف برضو. اما
بالنسبه للباكات بتوعي فالاتنين البقاء في الخلف اثناء الهجوم. بالنسبه للهجمات بخليهم البقاء في الخلف اثناء الهجوم، وهنا بديهم متداخله اللي هي الاوفرلاب. اوكي. بالنسبه برضو للباك التاني بديله البقاء في الخلف اثناء الهجوم، وهنا بديله متداخله اللي هي الاوفرلاب. تمام. دي كده التعليمات اللي بديها لكل لاعب، وبصراحه الخطه دي ناجحه معايا جدا، علت لي الرانك بتاعي، بقيت اجيب رانك 3 وبقت معايا بصراحه شايف منها ان هي خطه حلوه جدا. دي اللي انا بلعب بيها حاليا. كنت قبليها بلعب ب4 4 1 1، وقبليها كنت بلعب ب4 2 4. كل ده كان كويس معايا، بس دي انجح خطه معايا حاليا. خش كده وجربها يا معلم، واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها، ولو ما عجبتكش غير والعب باي تشكيله تانية. ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير، واشوفك في فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام.